حالات اول مره كتشوف القناه، مرحبا بك معنا، اشترك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، واحد لايك لهذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المغاربه. الآن نفتح ملف المباراة نصف النهائي الآخر بين المنتخبين الإماراتي والمغربي. حكيم، منتخب المغرب عانى صعوبات كبيرة جدا في تحضير لهذه البطولة، حتى الفريق حضر من دون لاعبين أجنحة، حضر ب4 لاعبين في الخط الهجومي الأمامي. طرد حمد الله بالبطاقة الحمراء، غاب لمباراتين. تسوديلي أصيب في مباراة المنتخب السوري وهو ارتجاج في الرأس وغالبا سيغيب على المنتخب. وليد أزارو هو الخيار الوحيد الذي ظهر وسجل هدف الانتصار على المنتخب السوري. منتخب كل ما يملك حارسي مرمى أو 3 حراس مرمى، خط دفاعي وخط وسط، فقط هذا كل شيء بالنسبة للمنتخب المغربي. يعني انت راك تنوم. وحتى في المغرب يا كابتن يقولون ماذا؟ يعني عجب العجاب ان هذا المنتخب يصل الى الدور نصف النهائي. يعني انت راك تنوم في المنتخب الاماراتي. يا كابتن الله يهديك، الساعه 12:30 بالليل كيف انوم؟ يا يوسف كلمة سر المنتخب المغربي هو السكتيوي. الألعاب الأولمبية أين وصل مع المنتخب المغربي؟ المغرب بطل العالم تحت 19 سنة. كابتن السكتيوي في الألعاب الأولمبية ما كان عندهم اللاعبين. إذا قلت لك كان عنده حكيمي، لا ولكن نتكلم على مدرب. لأن الفريق لا يلعب وحده، هناك مدرب يبني استراتيجية، يبني مخطط لعب، يبني أسلوب لعب، وهذا ما شاهدناه. لو ترجع إلى أداء المنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية والأداء المنتخب المغربي هنا يتشابهون بعض الشيء. إذن المنتخب المغربي صحيح أنه عنده بعض النقائص في اللاعبين، ولكن أنا اكتشفت حريمات يا يوسف. لاعب في الوسط، لاعب مميز، أحسن لاعب في المباراة السابقة. هذا يعتبر ظل المدرب في الملعب، بما أنه في الشان المغرب فاز بالشان، وكان حريمات واحد من أهم مفاتيح المدرب في الملعب. والآن أصبح من أهم اللاعبين. غياب تيسودالي عفوا، غياب التيسودالي أكيد. هذا إذا تأكد غياب تيسودالي يعني. لا ولكن على الأقل لن يدخل أساسيا. صح. ولكن عندك حمد الله. محمد الله راح يجي يعود بعد الإيقاف. راح يجي بجرينتا أنه كان موقف لمباراتين. وحمد الله كان عليه عبء كبير، عبء انتقادات. لا عبء كبير على المنتخب، لأنه هو الليدر، هو أكبر اسم في هذا المنتخب، كان يجب عليه أنه هو يحمل هذا المنتخب على أكتافه. في أول مباراة طرد، الآن هو أمام تحدي ومواجهة أنه يعني يؤكد مكانته، وهو اللي يمكن أنه سيقود كما يعمل الدوسري في المنتخب السعودي، كما يعمل ياسين نعيمات في المنتخب الأردني، كما يعمل إبراهيمي أو لم يعمل كثيرا مع المنتخب الجزائري. إذن المنتخب المغربي رغم بعض النقائص، رغم بعض. طب خلينا نتقدم معك شوية. يعني صفة الأوتسايدر، صفة الفريق الذي في الظل لا يتحدث عنه كثيرون. والله راك تخفف في ضغط كبير نتاع المنتخب المغربي يا كابتن. خليني أسألك فقط. إنك تخفي أوراق المنتخب المغربي. هل تعلم يا كابتن، حتى لنقل إعلاميين رسميين لم يرافقوا هذا المنتخب، هذا يعني بأنه الضغط بنسبة كبيرة كان خفيفا على منتخب المغرب الذي لا يعلم الكثيرون، لا اللاعبين، لا تفاصيل اللاعبين، لا تفاصيل الإصابات، لا تفاصيل الجاهز من الغائب. يعني نجح المدرب، وهذا لربما نجاح غير تكتيكي، أنه أخفى كل شيء عن هذا المنتخب. وهذه من بعض نقاط قوة المنتخب المغربي، أنه جاء هذه الدورة من غير أي ضغوطات. حتى الإعلام المغربي لم يسلط الضوء كثيرا على هذا المنتخب، لم يضغط عليه حتى يكون بطلا. هي اكيد انه مطلب انك لما تشارك في دوره، خصوصا الان المنتخبات المغربيه الان من المفروض عليها انها لما تشارك في الدوره حتى تفوز باللقب، وليست المشاركه من اجل المشاركه. لكن الضغوطات لم تكن كبيره على المنتخب هذا، بقياس انه اللاعبين كانوا من يعني ضغوطات كابتن فيه من الصف هو لا في ضغوطات كابتن في ضغوط. كابتن يوسف، منتخب المغرب ما حد يقنعني يقول لي منتخب المغرب اليوم قاعد يلعب باسمه، منتخب عليه ضغوطات. 17 لاعب محترف في الفريق هذا، 17 لاعب ابرزهم اللي هو حمد الله في الوصل الاماراتي، في شباب السعودي، في الفتح السعودي، في دوريات قويه في الامارات. يعني في لاعبين افضل عن المنتخبات الثانيه، لاعبين متمكنين، بس اللي يعاني منه المدرب يمكن التجانس بين اللاعبين، حتى صحيح. يبين اسلوب يعني المستوى الفني للمنتخب المغربي بصراحه مش مستوى الكبير، ولكن قاعد يفوز، يبين ما عندهم استقرار فني. هاي اكيد تعطي المدرب. هل كون الامارات لعبت دور ربع نهائي مع الجزائر سيعتبر افضل تحضير لها لمواجهه المنتخب المغربي؟ هل بما تابعته انت كابتن احمد، هل اسلوب لعب المنتخب الجزائري يشبه لعب اسلوب المنتخب المغربي، حتى نقول بان الامارات استفادت من مواجهه الجزائر قبل المغرب؟ الفوز بحد ذاته اليوم على الجزائر، ليش انا اقول لك اليوم تلعب ضد الاسم، تلعب منتخب الجزائر منتخب كبير، صدقني راح تشوف منتخب الامارات مختلف كليا امام منتخب المغرب، خصوصا في مباراه خروج المغلوب، وايضا
في ظل المستويات الكبيره اللي يقدمها على مستوى انا اتكلمك فنيا داخل طيب. ارضيه الملعب. منتخب الامارات قاعد يقدم مستويات ولكن قاعد يخسر المباريات. اليوم مجرد فوز على منتخب الجزائر، المنتخب الكبير، المنتخب يمتلك تصنيف دولي عالي، يمتلك لاعبين محترفين في الفريق، يمتلك يعني حتى لو مش بالصف الاول ولكن لاعيبه محترفين ومؤثرين في انديتهم وانديه كبيره في الخليج. يعتبر معنويا راح يدخل بمعنويه افضل وراح يقدم من افضل المباريات امام المغرب. طيب عندك اكيد تعليق أكيد. ولكن اتمنى تحتفظ بالتعليق قبل ان نقدم هذا تعليق لاحد لاعبي المنتخب الجزائري، وهو تحديدا حسام الدين ميرازيغ الذي قدم اعتذاره للجماهير الجزائريه مشاهدينا اكيد بعد الخروج امام المنتخب الاماراتي في ربع نهائي كاس العرب. واضاف اللاعب انه زملائه قدموا ما عليهم لتفادي الخروج والمواصله الدفاع عن اللقب الذي يحوزه المنتخب الجزائري، ولكن في نهايه الامر الركلات الترجيحيه هي التي حسمت تاهل منتخب الامارات الى الدور النصف النهائي. نتابع ما قاله هذا اللاعب الجزائري وخصوصا اعتذاره للجماهير الجزائريه. والله يا اخي ما عندي حتى تعليق. لي جوار كامل داروا اللي عليهم، ما كتبش ربي خسرنا بضربات الترجيح. دوماج خيبنا الشعب الجزائري هذا اللي كان حاب يفرح، كان حاب نديو لاكوب هذه. ان شاء الله خويا نعوضها في كاس افريقيا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ما يخيبوناش. واعطيهم الصحه لي سيبورتر هذو اللي ساندونا حتى اخر دقيقه. خويا نقول لهم سمحونا وهذا ما كان. حكيم تريد أن تعلق ما كنا نهم بالحديث عنه قبل قليل خصوصا لجهة هل استفاد المنتخب الإماراتي من مواجهة الجزائر قبل خوض اللقاء نصف النهائي مع المغرب؟ هي في الحقيقه لا يوجد مقارنه بين طريقه لعب المنتخب المغربي وطريقه لعب المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي يمتلك مجموعه من اللاعبين، هناك اوتوماتيزمات، هناك تنشيط هجومي، تشوف البركاوي، تشوف حريمات، الكرتي، زحزوح، تيسودالي اللي سجل الهدف، حتى من ناحيه السيت بيسز يعني الضربات الثابته امام جزر القمر. المنتخب المغربي سجل في 5 دقائق سجل هدفين صحيح. عن طريق ضربات ثابته. اذا يعني تشوف انه اشتغل عليها ولم تجي بمحض الصدفه، على عكس المنتخب الجزائري اللي طريقه لعبه انه تعتمد على ابراهيمي لكسر الخطوط او تعتمد على جلب منافس من الناحيه اليمنى للذهاب الى اليسرى او العكس عن طريق بولبينا. اذا المنتخب الاماراتي اذا اعتمد على طريقه لعب المنتخب الجزائري مساره سيكون حكيم. المنتخب يلعب من دون اجنحه حقيقيه، يعني لاعبي الجناح، لاعبي الرواق. هل هذا المنتخب سيمضي بعيدا في اي بطوله كانت؟ انت ما عندكش اجنحه حقيقيه، ولكن عندك المساوي وعندك اظهره عندك المساوي وعندك بولكسون. كابتن ظهير يمكن ان يصبح جناح اكيد الان لا شوف يا يوسف، الان في كره القدم الحديثه الأظهرة أخطر من الأجنحة. لماذا؟ لأنه لما تشوف أنه تكلتي يفرغ المساحات على الأطراف، وتشوف أنه البركاوي يفرغ المساحة على الطرف للبولكسوت، هنا تشوف أنه وهذا شاهدناه أمام المنتخب جزر القمر. لو تذكر الهدف الثالث كيف جاء تفريغ المساحات للظاهر، والظاهر طلع بعدها بالكات باس وجاء الهدف الثالث. إذن خطورة المنتخب المغربي صحيح أنه فرضياته ليست يعني بتلك القوة على غير المنتخب الأول، لكن هناك مجموعة، هناك أوتوماتيزمات، هناك تناسق تكتيكي، هناك تنشيط هجومي، هناك صلابة دفاعية، تحولت من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع. المنتخب الإماراتي إذا اعتمد على طريقة لعب المنتخب الجزائري أكيد أنه هو سيفاجأ بطريقة أخرى. السكتوي ذكي تكتيكيا، حمد الله سيكون كذلك له الكلمة المهمة في هذه المباراة، لأنه حتى حمد الله لم يلعب مباراتين أمام تحدي وخصوصا. طيب سؤال كبير الآن كابتن أحمد، تحدث عن حمد الله، هل تقديرك مدرب منتخب المغرب يشركه أساسيا أم بديلا ناجحا؟ لا أكيد لأنه تيسودالي كان مصاب. تيسودالي عفوا نقول وليد أزارو مثلا يكون يشترك أساسي. لا أزارو سيلعب على الطرف، لأنه هو سيعتمد على 3 مهاجمين. أزارو سيلعب على الطرف وتكون لا مركزية في التنشيط الهجومي، لكن أكيد أنه حمد الله راح يلعب أساسي. تيسودالي إذا تمكن من المشاركة سيشارك كبديل، لأنه الآن حتى من الناحية التكتيكية، حتى من ناحية تنظيم اللعب، المنتخب الإماراتي ربما اعتمد على كل تحليل فيديوهات المنتخب المغربي على تيسودالي كقلب هجوم، لكن الآن حمد الله، ونحن نعرف قيمة حمد الله ووزن حمد الله واسمه الكبير في الدوري الخليجي. طب نصل الآن مشاهدينا إلى الفقرة الأخيرة في تغطية اليوم والخاصة حظ موفق المنتخب الوطني المغربي في مقابلته الكبيرة اللي غادي تكون مع الشقيقة الإمارات في نصف نهائي كأس العرب. مقابلة أكيد اللي غيوجد لها طريق السكيتيوي بقوة، اللاعبين واعين بالمسؤولية عليهم. أكيد الإكراهات اللي تصدى لها المنتخب الوطني المغربي من عدم
جاهزية عدد من اللاعبين، الإصابات لبعض اللاعبين، الكروت الحمراء، كلها كانت دافع بواحد الطريقة إيجابية على اللاعبين، لأن كل لاعب ولاو فيه جوج، ولينا كنضاربوا على كرة وسط الميدان مع الخصوم بشراسة، وكسبنا المعارك الحمد لله. فنتمنى التوفيق في هذه المقابلة هذه، ونفوزوا نمشيو للفينال، وبطبيعة الحال نحافظوا على اللقب العربي. شكرا لكم الخوت، تحياتي والسلام عليكم.